اهلاوي او زملكاوي لازم تسمع الفيديو ده، مهم جدا وهتقتنع بيه. ناخد الحكايه من الاول شويه. يعني كانت العلاقه تبدو وديه جدا بين مجالس الادارات ما بين الاهلي والزمالك، وزيارات وبوكيهات ورد وتهنئات، وكانت الامور تسير على ما يرام لغايه ما حصلت مواقف معينه كان اهمها موضوع اكبر قلعه رياضيه في مصر. وده عادي من جانب ان كل واحد بيطلع على نفسه لقب فالامور تمشي زي ما هي عايزه. لكن لما جينا عند مرحله انه نبدا بقى نتكلم على فكره انه مين يعرف يشتري من مين، انا ممكن اشتري اي لعيب من الاهلي، فنبدا نخش في الحرب دي. نقطه تحول غير طبيعيه في كل اللي حصل بعد كده. انا بجيب لك من الاخر ليه هتخش مع الاهلي في نظريه ان انا ممكن اشتري اي حد من عندك. تعالى تعرف تعد لحد كام؟ ده البرواز العلني. انا عندي معلومه مؤكده انه عرض على الاهلي بدل المره 3 زيزو اترفض. مش اترفض لانه فنيا ما يجيش الاهلي. انا ليه هعمل في نفسي كده وده وتخش حرب وتعمل امام كان له ظروف راح رجع. يا جماعه الزمالك رجعوني انا معاكم والنبي، اصل مش عارف ايه. لا خلاص روح الاهلي. بن شرقي انت سبته وراح خلاص، الاهلي جابه وبراحته. لكن حرب بالمنظر ده على صفقه ربما اكبر في الصخب من رضا عبد العال، انت فتحت الباب لده قبل كده. اللي فات عدى بس بتاخد منه الدرس. طبعا ده المحمودي انتوا عارفين، الراجل ده اعلامي بقناه اون تايم سبورت واون تايم اف ام، راجل محترم خلقا وراجل مهنيا 10 على 10، وراجل على فكره في ناس بتقول لك هو زملكاوي ولكن راجل فاهم. قال لك ايه بقى؟ سمعت الفيديو قال لك ايه؟ قال لك زيزو اتعرض على الاهلي 3 مرات والاهلي رفض عشان مش عايز يخش في السكه دي. والاهلي لما خد امام عاشور خده بعد ما امام عاشور راح الزمالك والزمالك نفضوا له فالاهلي خده. تمام. الاهلي لما خد بن شرقي، ما بن شرقي بقى له 3 4 سنين يعمل يروح هنا وهنا والزمالك ما يتحركش. تمام. ولكن الاهلي خد زيزو ليه؟ لان كل شويه مجلس اداره نادي الزمالك حسين لبيب ولا احمد زاهر يقول لك احنا ان شاء الله ناخد اللعيب من الاهلي، احنا مش عارف ايه. قال له تعالى بقى تعرف تعد لغايه كام؟ أدي خدت كذا 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 كذا. فرجاء من جمهور نادي الزمالك المحترم يعني، ما تجيش تلوم على اللاعب ولا على مجلس اداره زي الخطيب. الراجل الخطيب ده محترم على فكره، عشان بس الناس يقول لك ده فض النائب فض الفرقه. لا لا لا، اي حد مكانه يعمل كده. زيزو اتعرض على الاهلي 3 مرات والاهلي رفض، مش عشان خاطر فني، عشان مش عايز يخش مع الزمالك في الحته دي. دي حاجه مهمه يا جماعه والله بجد والله حاجه مهمه. فانت بدل ما تلوم على الاهلي ولا تلوم على زيزو، روح لوم على مجلس ادارتك. مجلس ادارتك كل شويه يطلع يقول لك لعيبه الاهلي لعيبه الاهلي بنتفاوض لعيبه الاهلي، في لعيبه الاهلي كلمتني، في مش عارف ايه. احمد سامي قبل كده قالها مع صلاح حفيظ مع مجيب عبد الهادي، حسين لبيب قالها قبل كده مع لميس. في ايه يا جماعه؟ الاهلي قال لهم لا بقى تعال انت وهو تعرف تعد لغايه كام. فيا ريت يا ريت يا ريت الناس ما تلومش على زيزو. سيبك من زيزو عشان خاطر جه الاهلي خلاص، ولا تلوم على الخطيب، لوم على مجلس ادارتك اللي يضيع النادي حرفيا، اللي يضيع النادي حرفيا. فده فيديو المحمودي انا سقف له فيه. الراجل ده على فكره اعلامي يعني كلام كتير مش متاكد ان هو زملكاوي اصلا، بس راجل احنا كاهلاويه بنحبه لانه راجل محترم في نفسه، راجل محترم في نفسه، وراجل مثقف كرويا، وراجل عارف بيقول ايه وبيدي المعلومه ازاي.